فنان بحجم الوطن. الحنجرة الذهبية من مواليد العام 1967 بمستشفى الخرطوم. نشأ وترعرع في حي المزاد العريق الخرطوم بحري في أسرة بسيطة. بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، وقد نال أداءه الرائع إعجاب الرئيس السوداني الأسبق الراحل المشير جعفر نميري، والذي قلده وشاح، وذلك في عام 1975 أثناء مشاركته في حفل الكشافة البحرية. وبدأ الحوت مشواره الفني رسميا عام 1987 بعد أن التحق بمركز شباب بحري، وبدأ رحلة فنية طويلة امتدت لأكثر من 25 عام قدم فيها الكثير من الأعمال الفنية والألبومات، من أشهرها نور العيون، ما تشيلي هم، برتاح ليك، خوف الوجع، الحنين، اكتبي لي، سكت الرباب، ساب البلد، والعديد من الألبومات الأخرى. أسأل عليه حزن الشفق وقت الخيال عالسنون. تزوج محمود عدة مرات وله عدد من الأبناء. كان أحد المساهمين في الأعمال الخيرية. توفي الفنان الراحل المقيم في العام 2013. كان أسطورة فنية وقدوة للشباب السوداني. رحم الله الفنان الراحل المقيم محمود عبد العزيز. ساب البلد سافر بعيد، بكت الدموع بإذن النبي. ساب البلد سافر بعيد، بكت الدموع بإذن النبي. خلاني في عمق الجريح مع ليل طويل، عايش وحيد وحاير دليل، لكنه روح يحيي ليه